عليكم ورحمة الله وبركاته. صار لي مشكلة اليوم في السيارة، طبعا جيب نيسان ارمادا 2007. المشكلة اني بديت احاول اعشق السيارة ما تعشق معي، الجير يتحرك يعني بكل سلاسة ولا كأن فيها اصلا تروس، عرفت؟ يعني قلت باش جيب سطحة وبروح النيسان وبسبب زحمة. طبعا شوفوا الآن على البي، طبعا أنا فكيت الديكور الآن فبتشوفون إن الديكور مفكوك، بس أنا بوريكم إن الجير يتحرك بدون ما يتحرك المؤشر في الطبلون. شوفوا المفروض هذا البي، هذا المفروض الدي، هذا الإن. شوفوا شلون ما يتحرك نهائي، عرفتوا؟ فقلت يعني المشكلة يبي لها قرض إضافي على قولتهم، يبي لها 5 إلى 10 آلاف، خاصة مع أمانة أصحاب الصناعية البعض منهم، طبعا ما نعمم الكلام هذا، ولكن الأغلبية إلا من رحم الله. يعني كان بيقول لي ابن الحلال فيهم، بيقول لي نزله وتعالنا بعد أسبوع إن شاء الله وناخذ عليك 7-8 آلاف. المشكلة هذه قطعة البلاستيك هذه انكسرت، طبعا كان محلها هنا تثبت هذا اللي هو جاي من الجير السفلي مع المسمار هذا، كانت تثبتها هنا مع بعض بحيث ان السيارة تعشق. بس الآن انفلتت، بوريكم الآن. شوف الآن المشكلة منتهية، مجرد اني اجيب حاجة ثبتها من الجهة هذه، السيارة ما عاد فيها اي اشكالية. يعني حتى 20 ريال واجد على الموضوع، حق فك الديكور وفك عصا الجير. حبيت اوضح لكم، انا كنت احسب ان عصا الجير ما تنفك، يعني من زود الجهالة فينا سبحان الله. يعني نحسب ان الاشياء هذه تجي في قوالب مصبوبة صب، يعني ما تفك. هذه عصا الجير، اللهم نبي فكها عشان يطلع الديكور، والديكور كله بقفيز هنا، يعني مجرد انه يسحبه بشوي يطلعه، ولا سطحة ولا ورشة ولا فني ولا اخصائي. تبي مؤقتا حلها، اشبك هذه. الان عشقت الريوس، هذا هو تعشق الريوس، هذا الان، هذا الدي. وتحياتي لكم، وانتبهوا ترى بعض المشاكل بسيطة جدا ونحملها اكبر من حجمها، ويستغلون قلال الذمم الكلام هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.